اهلا بيك. انا بحييك في برنامج الملعب المصري مع عمر يحيى. النهارده النادي الاهلي وبيراميدز بيعملوا، مش عاوز اقول صراع، لا مش صراع، دي مصارعه. النهارده في مصارعه كره قدم، مش مصارعه حره بقى، لا ده في كره القدم. النهارده النادي الاهلي بيفوز في بلس 90، يعني في الوقت البدل الضايع على البنك الاهلي. خلاص احنا قلنا بيراميدز في المركز الاول برصيد 53 نقطه زي ما احنا شايفين اهو، والنادي الاهلي نفس الكلام في المركز الاول برضه برصيد 53 نقطه. لا ده احنا نتفاجأ ان الاهلي بقى 55 نقطه في المركز الاول، اكتر من بيراميدز بنقطتين. طيب ليه الاثنين كانوا في المركز الاول؟ لان الاثنين كانوا متساويين في النقاط ومش متساويين في الاهداف، لان الاهلي اكتر بسبع اهداف. نتفاجأ ان الاهلي بيقول لا، انا بقى مش هتساوى مع حد وابقى مع حد في الدوري المصري، انا هنفرد بالصداره وهبقى رقم واحد. وبالفعل النادي الاهلي حاليا انفرد بالصداره ب 55 نقطه، بيراميدز في المركز الثالث ب 53 نقطه، الزمالك في المركز الثالث ب 41. الاهلي كده بيقول لبيراميدز ما تحاولش تلعب معايا وما تحاولش تستفزني، لان انا هاخد الدوري، يعني هاخد الدوري. النهارده النادي الاهلي بيلعب بتشكيله متواضعه، مش عاوز اقول متواضعه معنى ان هي ما فيهاش اسماء، متواضعه يعني ما لعبش المباراه اللي احنا كنا فاكرينها، المباراه اللي فيها ثلاث واربع اهداف. لعب مباراه بهدف واحد عن طريق امام عاشور في الشوط الاول، والشوط الثاني هدف ثاني في بلس 90 عن طريق وسام ابو علي. النهارده النادي الاهلي بيقف لوحده في الصداره، مفيش اي حد معاه. النهارده النادي الاهلي بيقول انا جاي جاي. تعالى بقى اعلق على كام حاجه في المباراه. في ناس بتقول ان في ضربه جزاء لقفشه ما اتحسبتش. انا مش هتكلم وهسيبكم انتوا تقولوا هل فعلا في ضربه جزاء ولا لا. وطبعا يو انور جاب هدف، يعني صراحه انا كنت عاوز اعمل مقدمه، يو انور طلع الزمالك من العتمه للنور، ولكن ده لو كان الاهلي اتهزم، ولكن الاهلي ما اتهزمش. وكمان عاوز اقول حاجه، بلاش الفزلكه في اللعب وبلاش الاحتفالات. ليه؟ انا ما بحبش امام عاشور اشوفه بيحتفل، لان الاهلي لو كان اتغلب او اتعادل من البنك الاهلي مع احتفال امام عاشور كان هيقلب عليه بحاجه مش كويسه في صف. فالنهارده النادي الاهلي بصراحه عمل ماتش ممتاز وماتش محترم، وتولى وتعلى وبقى رقم واحد في الصداره، بفضل طبعا ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا جهود اللاعبين. كده فيديو النهارده، ما تنساش تعمل مشاركه ولايك وتعليق.